يعد المتحف المصري الكبير من أكبر وأهم المتاحف في العالم، وهو يقع بالقرب من أهرامات الجيزة في مصر. الهدف من إنشاء المتحف هو عرض وتخزين القطع الأثرية المصرية التي تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، ويعتبر من أكبر المشروعات الثقافية في الشرق الأوسط. بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير منذ عام 2002، وتم اختيار مكان قريب من أهرامات الجيزة، أحد عجائب الدنيا السبع، ليكون موقعاً لمبناه المهيب والحديث. يتميز المتحف بتصميم معماري فريد من نوعه، حيث تم استعمال الزجاج والحديد ليعكس شفافية وحداثة البناء. يحوي المتحف أكثر من 100,000 قطعة أثرية تعود إلى فترات متعددة من التاريخ المصري القديم، بما في ذلك أقدم التماثيل والمومياوات والكنوز التي تم العثور عليها في المقابر الملكية. ومن أهم المعروضات داخل المتحف تلك التي تخص الملك توت عنخ آمون، الشاب الملكي الذي شعلت اكتشافاته الأثرية الكثير من الفضول والإعجاب حول العالم. كما يترقب زوار المتحف رؤية كنوز الفراعنة وأدواتهم اليومية التي كانوا يستخدمونها في حياتهم، بالإضافة إلى عدد من القطع النادرة التي لم تعرض في المتاحف من قبل. ومن المميز بالمتحف وجود المركز التعليمي للأطفال الذي يهدف إلى تحفيز الصغار على اكتشاف التاريخ بطريقة تفاعلية وممتعة. خضع المتحف للعديد من مراحل البناء والتطوير، وواجه تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الميزانية اللازمة وتأمين القطع الأثرية. ولكن بفضل الجهود المبذولة، تحول حلم المتحف المصري الكبير إلى حقيقة واقعة، ليكون واحداً من أكثر المتاحف تطوراً في العالم. افتتاح المتحف يمثل إنجازاً وطنياً لمصر، حيث يسهم في تعزيز السياحة وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم للتعرف على الحضارة المصرية العريقة. إن المتحف المصري الكبير هو بمثابة جسر بين الماضي العريق والحاضر المشرق، ما يجعله وجهة لا بد من زيارتها لعشاق التاريخ. كان رمسيس الثاني أحد أعظم الفراعنة في مصر القديمة، عرف بإنجازاته الكبيرة والمعابد الضخمة التي بناها. ومن بين الشواهد العظيمة على عصره، يوجد تمثال رمسيس الثاني الذي يزن حوالي 83 طناً ويبلغ ارتفاعه حوالي 11 متراً. يقف هذا التمثال شامخاً في وسط مدينة القاهرة منذ زمن طويل، حيث كان موجوداً في ميدان باب الحديد الذي يعرف الآن بميدان رمسيس. ولكن بسبب زيادة حركة المرور وتأثير العوامل الجوية، قررت وزارة الآثار المصرية نقل هذا التمثال إلى مكان أكثر أماناً. بدأت عملية النقل في عام 2018، وكانت تعتبر واحدة من أعظم المهمات الهندسية في ذلك الوقت. استخدم فريق من المهندسين الخبراء العديد من التقنيات الحديثة لضمان نقل التمثال بأمان ودقة. تم نقل التمثال من موقعه القديم في ميدان رمسيس وسار على متن شاحنة ضخمة لمسافة حوالي 7 كيلومترات وصولاً إلى موقعه الجديد في المتحف المصري الكبير. كان الحفل الذي أقيم بمناسبة هذه النقل مليء بالإثارة والفرح، حضره الكثير من المصريين ومن الزوار الأجانب الذين كانوا متحمسين لمشاهدة التمثال في مكانه الجديد. في المتحف المصري الكبير، أصبح تمثال رمسيس الثاني تحفة فنية تعرض للزوار من جميع أنحاء العالم ليستمتعوا بمشاهدته ومعرفة المزيد عن تاريخ مصر القديمة وعصر رمسيس الثاني المليء بالأحداث والانتصارات. هذه الخطوة كانت تهدف للحفاظ على التراث الثقافي لمصر وضمان بقاء تمثال رمسيس الثاني آمناً للأجيال القادمة، كي تستمتع به وتتعلم من خلاله تاريخ الفراعنة والعظمة التي تتمتع بها الحضارة المصرية. ذات مرة في بلاد الفراعنة، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة تزدهر على ضفاف نهر النيل العظيم، قرر أحد الفراعنة بناء شيء لم ير العالم مثله من قبل. كان اسمه خوفو،
وكان يحلم أن ينشئ معجزة هندسية تدوم لآلاف السنين. وهكذا بدأت قصة الأهرامات في الجيزة. تقع الأهرامات في منطقة الجيزة بالقرب من مدينة القاهرة الحديثة. هناك 3 أهرامات رئيسية يقفون جنبا إلى جنب وكأنهم حراس الزمن. أكبر هذه الأهرامات هو هرم خوفو، ويعتبر من عجائب الدنيا ال7 الأصلية. بني هرم خوفو باستخدام ملايين من كتل الحجر الضخمة. تضمنت عملية البناء الكثير من العمل الشاق والمخاطر. كان الفراعنة لديهم فكرة مبتكرة لرفع الأحجار الثقيلة إلى أعلى الهرم باستخدام نظام من السلالم المنحدرة. بجانب هرم خوفو، يوجد هرم خفرع، وهو الأصغر قليلاً، لكنه يملك سمة خاصة تميزه. قمة الهرم تحتفظ ببعض من الغلاف الخارجي الأصلي، مما يجعله يبدو لامعاً عند الشروق أو الغروب. أما هرم منقرع، فهو الأكثر تواضعاً من بين ال3. ومع ذلك، فإن بنائه يمثل جزءاً مهماً من الحياة الملكية والدينية في تلك الأوقات. كانت الأهرامات تستخدم كقبور للفراعنة الكبار، حيث كان يعتقد أن الروح الملكية تصعد من الهرم لتنضم إلى الآلهة في الحياة الآخرة. للتأكد من ذلك، كان يوضع في داخل الهرم أشياء ثمينة ومومياوات. لم يكن بناء الأهرامات سهلاً، فقد استغرق الأمر عشرات السنين والعمل الدؤوب، حيث شارك آلاف العمال المهرة في تحقيق هذا الإنجاز الرائع. اليوم، تعتبر الأهرامات رمزاً للحضارة المصرية القديمة وجذباً للسياح من جميع أنحاء العالم. عند زيارة الأهرامات، يمكنك تخيل الفصول القديمة وكيف عاش الناس في تلك الأيام، وتشعر بالدهشة من قدرة الإنسان على تحقيق أعمال عظيمة تضاهي الزمن.